صباح الخير، صباح الجمال، صباح منور علينا كلنا النهارده. نبتدي يومنا كده بالجنينه بتاعتنا. ايه ده؟ القطر اهو، ونشوف القطر وهو متصور ومعدي من جنب بيتنا، عامل شكل جميل للبيت مع الجنينه. الله، راحه نفسيه يا جماعه، راحه نفسيه بجد. عشان نبدا يومنا الجميل بقى باحلى كيكه من ايد بنتي. قالت طالما خالته عندنا من اسكندريه هعمل كيكه شوكولاته النهارده وتبقى اجمل تحليه في العيد. حطت كوباية سكر وادي كوباية زيت، كيكة بسيطة خالص من ابسط الكيكات بس هشة ولذيذة جدا. كوباية سكر، كوباية زيت، وادي كمان كوباية لبن. ايوه شطورة حبيبة ماما. وايه كمان بقيت مقاديرنا وهي محضرة كاكاو اهي. يبقى كده حطت الاول السكر والبيض، لا ما حطتش بيض، حطت سكر ولبن وكاكاو والزيت. هتضربهم بقى في الخلاط مع بعض عشان تاخد منهم الصوص بتاع الكيكة. ضربتهم في الخلاط كويس، عمل صوص جميل اهوت. فضت منه كوباية وهتشيلها دلوقتي في التلاجة تستخدمها بعدين لما الكيكة تطلع. بعد كده هتضيف بيضتين عليهم فانيليا. معلش صوتي تعبان النهاردة، عندي برد فظيع في زوري. حطت البيضتين بقى على بقية المكونات اللي فاضلة. اخدت كوباية منهم للتلاجة ودي اللي فاضل حطت عليه بيضتين. وحضرت هنا كوباية ونص دقيق عليهم مبودر، نص الباكو بس يا جماعة عشان مش هتستحمل باكو، هي كيكة بسيطة وهشة أساسا. حطت نص باكو مبودر، والخليط بيتخلط في الخلاط. ضفته اهوت بالبيضتين على الدقيق. أيوة، وهتبقى أحلى تحلية في العيد. خالتهم جات لنا بقى من اسكندرية وهتقضي معانا يوم جميل في العيد، بايتة معايا بقى وهتقضي معايا النهاردة كله. خلاص قلبت الخليط كويس وفي اتجاه واحد يا جماعة، وانتي بتقلبي قلبي في اتجاه واحد اي كيكة. ايوه اهي، شوفوا القوام، قوام جميل جدا اهو. هتجيب بقى اي صينية فرشتها بورق زبدة عشان خاطر ايه، ممكن ترشي تعملي سمنة بالفرشة كده وترشي دقيق، بس انا ساعات بحب ورق الزبدة قوي. حطت الخليط في الصينية وهتدخلها الفرن. بتقعد بقى ايه تلت ساعة ساعة، خلي الفرن متوسط. طلعت حطيتها في التلاجة بردت خالص معاها، بس قبل ما تحطها في التلاجة وهي سخنة زقتها كوباية لبن متحلية. حطيتها في التلاجة، طلعت سقعت، عملت لها كريم شانتيه طبقة، وبعدين الصوص اللي هي شريته في التلاجة حطيته عليه. وده غدانا النهاردة، لحمة شوربة وبامية باللحمة. شوفوا الكيكة بعد الغدا كلناها وفرحنا كلنا. هشة هشة يا جماعة مع كوباية بقى حاجة ساقعة كده جميلة، كانت لذيذة بعد الغدا. وادي الأستاذ يوسف القمر اللي شرفنا من اسكندرية، جاي بيلعب بالاسكوتر فوق عندنا على السطح، مبسوط بقى واخواته بيلعبوا معاه بس اتكسفوا يتصوروا. كفاية فرحته كده وفرحتنا بلمتهم حوالينا، كان يوم جميل. وادي فريدة الأميرة، فريدة العسولة بنت أختي جاية من اسكندرية عندنا، بس مكسوفة مكسوفة يا حبيبتي، متصورة مع الوردة، أجمل وردة هي. وادي ورد جنينتنا، بنتي بقى الصغيرة بتصوره فرحانة بيه قوي الورد. ايه الجمال ده؟ الله، واحلى كوبايتين شاي بالنعناع بقى مع اختك كده في الجنينة. انا واختي قعدنا شربناهم من ايدين شوشو الجميلة، احلى كوبايتين شاي. كان يوم لذيذ وحلو وكله بركة وخير. بصوا وانتهى بقى، نهيت لكم بصورة للرز. احنا يا جماعة عندنا زراعة الرز هنا جميلة، مشهورين بالرز. شوفوا الجمال، والقنا فيها مية عشان تسقي. بركة بركة لينا وبركة لبلدنا بحالها، الرز والخير ده يا جماعة. شوفوا الجمال. كمان جابت لكم صورة اهيت جميلة من الأرض اللي في وشنا، دي مليانة مية هتتزرع رز إن شاء الله. لو عرفت أصورها لكم وبينشتل وتشوفوا زراعة الرز إن شاء الله هحاول.